السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنقفل مع بعض الطقم الاستيك اللي احنا قصيناه مع بعض المرة اللي فاتت. يلا نبدأ. بسم الله. انا معايا الوصلات بتاعتي اهي، اول وصلة، وادي تاني وصلة، وادي تالت وصلة كده. ومعايا الاستيك بتاعي، استيك يعني ممكن الملاية تاخد 3 متر 4 متر، لان انا ما عملتش ملاية باستيك قبل كده. كل اللي كان بيطلب مني ابو كرانيش، فهنجربها وهنقيسها ونشوف ايه النظام. طبعا ده الفرط اللي احنا ضربناه مع بعض المرة اللي فاتت، علشان ابقى علامتي وامشي على ما فيش وابقى اردها تاني. هبدأ الاول بيها اهي، علشان ما اخدش في الخياطة كتير. انا ما رضيتش اقصها علشان ما تاخدش معايا في الخياطة كتير، لان ال40 سنتي ما كانوش هيطلعوا معايا مظبوطين. المتر عرض القماش بيبقى 38 حاجة زي كده، فما بيبقاش كامل لغاية 40 سنتي. فانا عشان كده عايزة اوفر قماش عليها، وهثبت عليها كويس جدا. يعني زي الشيمة بالظبط كده. بفرد القماش كله قصادي كده عشان يبقى مظبوط. هخلص الجنب ده وهوريكم المرحلة اللي بعده ايه. كده انا خلصت الجنب كله اهو. زي ما عملتي هنا هعمل في الملاية التانية. هاخد الجنب الطويل معايا بعد الخياطة دي، همسكها كده تحت الدواسة، واروح عاملة ايه، اخد الجنب الطويل معايا اللي هو مترين. تمام. اول جنب اهو هاخده معايا كده. طبعا انا معايا زيادة، انا كنت قصة 25 بعد المتر يعني 25. هاخد كده، هدخل سنتي جوه شوية علشان ما تبقاش فيها زيادة كتير. سنتي واحد. تمام. وابتدي ايه، امشي. زي ما حضراتكم شايفين كده، هكمل لغاية الاخر. مفيهاش اي حاجة صعبة، مفيش حاجة صعبة خالص. بس انتوا جربوا كده واستعينوا بالله، متخافوش من حاجة. ادي كده الجنب الاولاني قرب يخلص، هخلصه واوريكم اللي بعده ايه. انا كده خلصت الجنب ده اهو. زاد معايا سنتي او 2 سنتي مفيش مشكلة، هيطلعوا معايا في الخياطة. خلصته للاخر. هاخد الجنب التاني عرض المرتبة، هاخده معايا برضو، اللي هو عرضه كام؟ متر 25. تمام كده، واضح كده. مش عارفة انزل الملاية تحت عشان الستاند بتاع التليفون. هخيط، هثبت الجنب التاني اهو. انا كده يعتبر شغالة في الجنب اللي تحت الرجلين. اكمله واكمل الجنب التاني اللي زي ده اللي انا عملته معاكم، وهوريكم بقيت. كده انا خلصت المرحلة اللي بعديها وركبت ال3 شرايح بتوعي. طلع معايا الزيادة دي 2 سم 3 سم، هاخدهم معايا في الخياطة. انا كده بقفل. بصوا، ادي جنب، وادي الجنب اللي تحت الرجلين، وده الجنب اللي هيبقى جنب الحيط او ايه اللي قصاده اهو. الجنب الطويل اللي هو طول المرتبة، وده الجنب التاني اللي هو عرض المرتبة. هعمل ايه، هروح جاية كده واحط الطرف ده على الطرف ده كده، واظبط من هنا عشان الخياطة بتاعتي هنا تبقى مظبوطة. وهاخد كده اهو، والزيادة دي انا كده كده هطلعها في الاوفر تاني.
اهو، وهخيط على كده. ادي اول جنب، انا هقفل الاربع جناب على كده. بظبط الخياطه بتاعتي من هنا كويس جدا، وابتدي اخيط على طول. ادي كده اول جنب. بصوا بقى، تطلع معايا الزاويه كده، الارتفاع بتاع المرتبه اهو. شايفين الجمال والحلاوه؟ بس انا كنت عايزه اخد شيمه الاول قبل ما اقفل علشان احدد المرتبه. انا نسيتها، بس هفك دي كده عادي جدا. وهعمل ايه، القماش بتاعنا متين، ما تخافوش يعني، ده قماش تركي متين والحمد لله، يعني متحمل ولا شايط ولا الكلام ده كله. فكيت انا كده خلاص، هبتدي اخد من عند الوصله اللي انا وصلتها. انا هفك غرزه واحده علشان اتمكن بس من الخياطه بتاعتي اللي تحت. هبروز المرتبه بتاعتي بدل ما احط قطان وكده واكلف الزبونه، انا هبروزها لها بطريقتي دي اللي احنا عملناها مع بعض، اللي هي عرض الشيمه، الجنب اللي احنا ما وصلناهوش. فطبعا الخياطه بتاعته جايه على ما فيش. الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، مبروك على صاحبته. بصراحه يعني الشغل لسه ما خلصش، بس جميل. الخامه في ايدي والشغل اللي انا عاملاه يعني مش محتاج كلام. اللهم بارك، اللهم بارك، شغل فاخر من الاخر، وما توفيقي الا بالله، الحمد لله. انا بحب اطلع الشغل بتاعي درجه اولى بفضل الله، يعني ما بحبش اكروت بفضل الله، الحمد لله. بدي الشغل وقته مهما خد معايا وقت، مهما خد معايا وقت، لو كان في التصوير او تحت معايا في المحل. اطبق الجنب ده كده برضو اهو، ابعد عن الوصله بتاعتي اهي، وهاخد من جنب الخياطه اللي انا مخيطاها على حرف الابره علشان ما تزرزرش معايا ولا تكلكع معايا، علشان دي بداية خياطات، فلازم تاخدي بالك منها. بداية الخياطات دي امشي فيها واحدة واحدة وعلى الحرف كده، وبعد كده اخش جوه عادي عرض الدواسة عادي، مفيش مشكلة. انا بظبط اهو. عفوا. كمان كده. اللهم بارك، اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله، شغل فاخر من الاخر. انت كده عرفت الفكرة ماشية ازاي، وعرفت النظام ماشي ازاي. هكمل بقية المرحلة بتاعتي دي لف كل الملاية، وبعد كده لما اجي اقفل الزاويات هوريكي. كده انا خلصت عرض الشيمة، عرض الرجل بتاعتي اهي، بروزت كل الملاية بتاعتي، وهبتدي اقفل بقى زي ما وريتكم كده. لو لقيت 2 سنتي 3 سنتي زيادة مش اشكال، هي بتفرق في الخياطات عادي، علشان ايه، طلعي حاجتك مظبوطة، طلعيها مفيش مشكلة.
اهم حاجه يبقى شغلك مظبوط. ولو دي اقصر شويه، طبعا انا قايله لكم ان ده الجنب اللي هو جنب اللي تحت المخده، واللي احنا ما قصيناهوش عشان بيبقى اقصر. شفتوا بقى اهو قصر في 2 سنتي. عرفتوا بقى الفرق؟ عشان كده انا ما رضيتش اقص. هبتدي اقفل الجوانب على طول بقى. ادي كده الشكل النهائي بتاع ميلانتي. بصوا الخيطه، بصوا البروزه بتاعت الملايه. يعني بصوا حاجه جميله جدا، اللهم بارك. هاجي الناحيه التانية، انا معايا 4 زاويات، الزاويه دي كمان واروح عامله نفس اللي عملته هنا. سهله جدا جدا جدا. نساوي كده، هنخش كده المكنه وهخيط على طول. وانا بطلع البوزه بتاعتي بحاول اساوي. على فكره دي لو ما تقصتش والملايه بتاعتك مظبوطه مش ضروري. اهي ده عندي الزاويه اهي بتاعتي، تمام. اي فتله هتقابلك كده اول باول خلي شغلك نضيف وقيم كده وشكله شيك، علشان حاجه كويسه بتتكلم عن نفسها. هروح الناحيه التانية اهو. بصوا اللهم بارك الزاويات قدام بعض ازاي. بصوا سهله جدا. القصه بتاعت الاستيك دي سهله جدا، وكمان مش هتاخد منك قماش كتير. برضو زادت من الجنب ده، بكده هي اختلفت في الخياطات 2 سنتي برضو. ده كده الجنب التالت. هكمل الجنب الاخير وارجع لكم. انا كده خلصت الزاويات بتاعتي. هخش بقى على الاستيك، وهاخد الاستيك بتاعي ده اهو. بصوا علشان ما يفلتش منكم، اول حاجه هتثبتي الاستيك. هثبت الاستيك الاول 100 سنتي كده، تمام. وارجع اطلع بالدواسه واروح قافله عليه، تمام. وهقفل كده وهمشي جنب الاستيك. الدواسه تبقي حاسه بيها ان الاستيك بعيد عن الدواسه. انا مش عايزاكي تدوسي على الاستيك، لان كل ما بتدوسيش على الاستيك بيبقى فيه مطه احلى من لما بتدوسي عليه. بصي امشي جنب الاستيك. سلام باي. اجيب كده. بصوا هو ده اللي انا بقول عليه. طبعا المفروض انا ما اسيبش الاستيك عشان عارفه انا اكمل بقيه الملايه وارجع لكم تاني. بصوا زي ما عملت في الاول، ثبت هنا برضو، خرجت بالمكنه كده وثبت، وهرجع تاني اقفل على الاستيك، تمام. وبعد كده هقص الزياده دي، بس انا عايزه اتاكد الاول ان الاستيك ده مظبوط طبعا. تمام كده.
كده انا خلصت اول ملاية. ادي الشكل بتاعها اهو، الشغل بتاعها جميل ازاي، حاجة نظيفة وحاجة شيك جدا. بصوا شغل فاخر من الاخر. مخلصة كده انا خلصت. الفينش بقى هوريكم انا بطبقها ازاي وهوريكم بكيسها ازاي. ودلوقتي هنكمل مع بعض بقية الخداديات. انا عندي الخدادية هنا بالقلاب اهو، الوش بالقلاب انا قفلته على الاوفر وانا بعمل اوفر، وهثبته تاني بالمكنه اهو. طبعا الخدادية دي برضه مش هيبقى فيها شغل ولا كورنيش ولا اي حاجه. تمام كده. هخلص التانيات بتاعتها كلها وانا بقفلها هوريكم. معلش انا قفلت ونسيبكم بقى. انا كده قفلت من اول فوق كده، جيت تحت القلاب ودخلت الظهر اهو، ورحت قافله عليه ومشيت بقى. اوريكم الناحيه التانيه. كده كده الخداديه ما بيبقاش فيها شغل يعني، سهله تقفيل بس، مش محتاجه يعني ايه اي حاجه تاني خلاص. هاجي ناحيه القلاب وهروح ظابطه كده وهنزل بالقلاب كده وبساوي بقى وانا ماشيه عشان شغلي يبقى مظبوط. وبعد كده هعدل الخداديه وهعيد عليها من بره برضه، هبروزها. انا كده هبروز ده القلاب اهو، هبروزه. بعد ما خلصت كده هطلع فوق كده، وده الظهر. باخد عرض الدواسة اهو، بس انا هشتغل من على وش الخدادية احسن عشان تبقى مظبوطة اكتر. كده عرض الدواسة وامشي، بس افرده كويس عشان القماش قطن فبيبقى ماسك الدواسة، قماش تقيل شوية تحت الدواسة. انا كده بروزت الخدادية بتاعتي، هدخل بقى على ايه، على المخدة. اهدى، انا قفلت معاكم الملاية الخدادية والمخدة اهي، علشان انا ايه اكمل بقية المخدات والخداديات والملاية اللي بقى عشان ما اطولش عليها. متنسوش اللايك، سبسكرايب، شير في اللي مستفيدي او حلوه من قلبكم، ويا ريت يا ريت يكون في تفاعل. ولو بتتفرجوا عليا من على الفيس يا ريت يبقى في شير وفي لايك وتفاعل يا جماعه. عايزه تعليقات منكم كده وتقولوا لي ايه رايكم في الشغل ده، الدنيا عامله معاكم ايه، اتعلمتوا حاجه يعني، طمنوني كده. كده باتني اهو، بصوا بسم الله ما شاء الله. المخدة بتاعتنا المقاس بتاعها 90 سنتي، مرتاح جدا وكويس جدا.